ونحن أقرب إليه
ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم العيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد فكنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد هذا ما فعلت يا إنسان وكل ما ذلك الإنسان أن الناس يوم القيامة صنف مقرب مصان والآخر موعد مهان صنف جمعت له الرغائب والآمال والأسرة والرجال وصنف أعدت له السلاسل والأغلال والآقم والصلال ودروب الأهوال والأنكال ولم تدري من أي صنف أنت ولا في أي فريق كنت. وأخرج البخاري بصحيحه عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورفعه إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة وحضنا على طلب درجة ربيعة له الفضيلة أمرنا أمر بتأديه بنفسه وثنى بملائكة القدسه وثلث بالمؤمنين من جن وإنس وقال تشريفا لنبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا وفي رواية من صلى عليه عشرا صلى الله عليه مئة ومن صلى عليه مئة صلى الله عليه ألفا ومن صلى عليه ألفا زاحمت كتب على باب الجنة. فعليكم بالإكثار من الصلاة على النبي شكرا تجدوا ذلك عند الله وخيرا وأعظم أجرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صحابته وخلفائه الراشدين والهادين المهتدين الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنوار وعن سراج أهل الجنة ناطق الصواب شهود المحراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب وعن منفق الأوائل في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان وعن باب مدينة العلم ليث بن غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب وعن الستة الباقية لا زالت إلى العلا راقية. اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واحذر من خذل المسلمين. اللهم اهلك من كان بهلاك راحة المسلمين ودمر أعداء الدين واجعل أموالهم وذراريهم غنيمة للمسلمين واكتب السلامة والعافية لجميع المسلمين ونجنا من كل بلاء وربا وبلاء وطاعون وزنا ووباء. أحد من جميع ذلك بلدنا
ويعظكم ثم تردون إلى عالم الغيب. سمع الله لمن ربنا لك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. واستغفرت لهم ومن لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. انتشروا الى الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سنجل لقد جاء فاتحة الدنيا يتقوا الله يتساوى الفاتح بفضل الله